اهلا بكم في حلقه جديده وحكايه جديده من حكاوي المحروسه. حكايتنا النهارده بتبدا من اول باب الفتوح لحد بوابه المتولي. هنمشي مع بعض في شارع المعز لدين الله الفاطمي، اجمل شوارع القاهره المحروسه. سنه 358 هجريه 969 ميلاديه بدأ القائد جوهر الصقلي في بناء شارع المعز بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، وبكده بقت القاهرة هي العاصمة الرابعة لمصر من أول الفتح الإسلامي لها على إيد عمرو بن العاص. لما بنتكلم على مصر وبنقول عليها إن هي المحروسة، مش بس علشان خاطر إن ربنا أكرمنا وكانت هنا بعض الأنبياء موجودين على أرضنا وشرفونا، ومش بس عشان اتذكرت في الكتب السماوية، ولما ربنا حب يتجلى بنوره على الدنيا تجلى عندنا في سينا في الوادي المقدس توه. مش بس عشان كل ده مصر محروسة. مصر محروسة علشان كان زمان كل القاهرة الأبواب والحارات كلها ليها أبواب خشب. الأبواب الخشب دي بعد صلاة العشاء كل الأبواب بتتقفل وخلاص محدش يخرج من مكانه، لا بيت ولا حارة ولا زقاق، كله مفيش أي صوت. اللي كان ورا الباب، ورا كل باب خشب كان بيبقى فيه بواب. البواب ده شغلانته ان هو واقف حارس على الحارة بتاعته او الشارع، وكل حارة ليها غفير. الغفير ده او شيخ الحارة ده هو اللي مسؤول لو حد اضطر للضرورة القصوى جدا ينزل من بيته بيبلغ الغفير ان هو نازل، وبينزل مش مسموح له ان هو يمشي غير بمصباح معاه او شمعة، يعني بيعدي بيها لحد ما يوصل معاه لحد الباب الخشب ويستأذن الحارس ان هو يعدي للبوابة التانية. ما بيسمحلوش الا اذا كان الامر مهم، وبيسأل من بره زي كده مين هناك، فبيسأله بيقول له مين، فبيقول له ابن البلد، فبيقول له وحد الله، فبيرد يقول له لا اله الا الله، زي كلمة سر يعني، فبيروح فاتح له الباب ومعديه. لكل حارة كان فيه فتوات. الفتوات دول اللي هم يعني مجموعة من شباب الحارة بيبقوا يعني ملتزمين ان هم يحموا اهلها، وكل فتوة كان ليه مشاديد. المشاديد دي مفردها مشدود. مشدود ده هو الرجالة بتاعت الفتوة. علشان كده لما كانت بتحصل خناقة وحد بقى يتخانق مع حد او يتنرفز عليه فيقول له ايه ده، انا اضربك واضرب اللي يتشدد لك، اللي هي جاية من المشاديد. لو شفنا عند باب الفتوح هنلاقي مكان صغير، زاوية صغيرة، دي أصغر زاوية لضريح في مصر، هي زاوية حسن الذوق. الذوق ده كان اسم على مسمى. هو كان راجل من المغرب وكان تاجر هنا في الشارع بتاع المعز، وكان من كبار قومه، فكان بيعتبروه فتوة. فلما حصل مرة مشكلة، لأنه هو كان كبير الفتوات، فكان بيحاول يصلح ما بين الناس أو يصالحهم عشان الأمور ما توصلش لحاجة أكبر وتوصل للوالي أو السلطان أو أي حاجة. فمرة حصل خناقة وهو ما قدرش يحلها، فزعل جدا إن الموضوع خرج من إيده، وقال أنا خلاص هسيب مصر وامشي. وخد هدومه وهو ماشي على باب الفتوح، راح وقع مات. فراحوا دفنوه وعملوا الزاوية دي تكريما ليه. عشان كده لما بتحصل خناقه ما بين حد والناس عايزه تهدي النفوس تقول لهم بالراحه اهدوا، ده الذوق ما خرجش من مصر. جوهر الصقلي قبل ما يبقى قائد عسكري كان بيعمل صنايعي حلويات في صقلية، يعني كان بيعمل كنافة وحلويات. علشان كده بنقول اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني. لما اتنقلت الخلافة الفاطمية هنا لمصر وبقى مقرها هنا، الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي بعت جوهر الصقلي عشان يأسس مدينة تكون موجودة هنا وتكون عاصمة للخلافة الفاطمية. هو أول ما جه كان فيه موجود الفسطاط أصلا عاصمة لمصر، لكن هو قرر أن هو ينشئ مدينة جديدة وسماها القاهرة. يمكن القاهرة تيمنا بأن هي عاصمة قوية فبتقهر أي عدو، أو لأن هم تفائلوا لما كان في نجم فوق تزامنا في الوقت اللي عملوا فيه القاهرة كان اسمه القاهر، فسموها على الاسم ده. هم الفاطميين أصلا نسبة لستنا السيدة فاطمة بنت سيدنا رسول الله. هم كانوا شيعة وجم حكموا هنا في مصر، وبالرغم من كده هم كانوا يعني متفاهمين جدا، ما كانوش بيفرضوا الشيعة او يعني التشيع على المصريين، لكن كانوا بيحاولوا ان هم يعملوا لهم شوية حاجات لطيفة كده، يعني يعملوا لهم شوية حفلات، هدايا، حاجات حلوة.
المصريين بقى عشان بيهضموا الطبيعه بتاعت اي حاجه ويطلعوها بالطريقه المصريه بتاعتنا، ما خدوش التشيع، لكن خدوا منهم حلاوه المولد وعروسه المولد والكنافه والقطايف، حتى الاحتفال برمضان. المعز وهو داخل الناس صادف ان هو دخل هنا القاهره وصل في رمضان، ولما وصل الناس خرجت تستقبله بشموع واناديل، فهو شاف ان الفكره دي لطيفه جدا فراح مستحسنها وخلاها بقت عاده رمضان. ومن هنا جه فانوس رمضان اللي هو اصلا شيعي فاطمي، واحنا بنقول وحوي يا وحوي اللي هي كلمه اساسا فرعونيه وطبعناها بالشكل المصري. المكان اللي احنا واقفين فيه ده بين القصرين اللي هم ما بقوش موجودين دلوقتي. لما جوهر الصقلي جه وبنى بدأ يبني في العاصمة، أول ما بنى الجامع الأزهر، وده دلالة إن دايما محور الدين أو يعني محور الحياة بيدور حوالين الدين، فهو أصر إن هو يبني الجامع الأزهر الأول وبعديها شيد القاهرة. بنى هنا القصر الكبير الشرقي والناحية الثانية القصر الغربي الصغير. القصر الكبير ده كان علشان خاطر المعز الدين الله الفاطمي يكون مقر الخلافة بتاعته ويقعد ويحكم فيه، ما كانش لسه طبعا العهد الأيوبي جه وبقى الحكم في القلعة. والناحية الثانية كان العزيز بالله ابن المعز كان ساكن في القصر الغربي. القصر الشرقي ده كان قصر على مساحة كبيرة جدا جدا، من بين القصر الشرقي للقصر الغربي كان بيقف حوالي 10,000 جندي مصفوفين، يعني كانت مساحة كبيرة جدا جدا جدا. بعد كتير بقى المكان ده اندثر وجات المماليك بعديها وبنت أماكن تانية وبقى مكانها مجموعة قلاوون. هنلاقي هنا بعديها حارة اسمها حارة زهومة. حارة زهومة دي كان مكانها باب زهومة من باب القصر الشرقي القديم. الباب ده كان باب المطبخ، وزهومة دي جاية من ريحة الأكل والطبخ اللي كان جوه المطبخ. كان كل الناس وهي معدية تشم ريحة الأكل فتقول لك ده ريحة الأكل بتاع باب القصر بتاع المعز اللي كان دايما بيوزع أكل هنا للناس في الحفلات وبره الحفلات. المعز وهو داخل القاهرة والناس بتستقبله جايب معاه 1500 جمل محملين بقى شيء وشويات. يعني الفاطميين لما جم مصر جايبين معاهم كل حاجة، لأن هم بقى جايين هنا مستقرين إن دي أرض الخلافة ومقر الخلافة، فجايبين كل حاجاتهم. 1500 جمل دول كان منهم 3 جمال جاب عليهم توابيت. التوابيت دي فيها رفات أجداده أو الولاة الفاطميين اللي قبله. هو صحيح المعز هو أول والي فاطمي هنا في مصر، لكن كان فيه قبليه 3، فهو جاب الرفات بتاعهم علشان يدفنهم هنا في أرض الخلافة الجديدة، وبنى لهم هنا تربة اسمها تربة الزعفران. تربة الزعفران دي في التاريخ احنا ما عندناش حاجات كتير بتحكي عن وصفها، لكن المعز كان حريص جدا ان هو كل يوم جمعة يروح يزور اجداده ويقرا لهم الفاتحة ويطلع صدقات رحمة ونور عليهم، وكان مهيأ نفسه ان هو هيدفن هو وسلالته كلها في تربة الزعفران دي. وفعلا بعد العهد الفاطمي كله ما خلص كلهم اتدفنوا، هو وابنه العزيز بالله وكل الناس اتدفنت في تربة الزعفران. في عهد المماليك بقى في عصر الامير برقوق الملك برقوق اللي احنا واقفين عند القبه بتاعته، كان ليه وزير اسمه جركس الخليلي. جركس الخليلي ده غالبا كده كان طمعان في الارض بتاعه تربه الزعفران، فيعمل ايه؟ راح استصدر فتوى من العلماء، قال لهم الفاطميين دول كانوا شيعة ومفيش مشكله لو احنا نبشنا قبورهم وطلعناهم واخدنا المكان بتاعهم. وراح العلماء في الوقت ده افتوله بده، احنا ما نعرفش ازاي. المهم راح نبش القبور بطريقه يعني صعبه شويه، وشال كل الرفات اللي فيها ورماها عند تلال المزابل ناحيه الدراسه، وما بقاش فيه اي اثر لتربه الزعفران. عمل ايه بقى جركس الخليلي ده؟ بنى مكانها خان. خان ده يعني زي مول دلوقتي، محلات تجاريه فيها كل حاجه، وبقى اسمها خان الخليلي على اسمه. فوانت بتتمشى في خان الخليلي بقى افتكر الخليلي اللي هد الرفات دي وعمل المول ده وقف كان بيصرف بيه على الفقراء، وبعدين افتكر ان كانت دي تربة الزعفران اللي مدفون فيها المعز وكل السلالة الفاطمية.
من الحكايات اللطيفة جدا اللي ما نقدرش ننساها كده واحنا ماشيين في المعز. المعز كان ليه وزير اسمه يعقوب. يعقوب ده كان من أصل يهودي وأسلم، وهو كان يعني مخلص جدا للمعز. بعد وفاة المعز هو بقى وزير ابنه العزيز بالله. فيعقوب ده في مرة دخل على الخليفة بقى العزيز بالله ابن المعز، لقاه قاعد في القصر بتاعه متضايق قوي كده، صاحي من النوم متضايق. فبيقول له مال مولاي زعلان ليه؟ فراح العزيز بمنتهى يعني الثقة كده راح قايل له ايه؟ أنا نفسي أروح سوريا. قال له عايز تروح سوريا ليه يا مولاي دلوقتي؟ قال له نفسي في القراصية. قال له القراصية؟ قال له ده موسم القراصية في سوريا وأنا نفسي فيها. قال له حاضر يا مولاي، هجهز موكب ونطلع نروح على سوريا نجيب القراصية. المهم يعقوب ده كان ذكي جدا، فعمل ايه؟ قعد يفكر شويه ان هو هيطلع جيش وعلشان يأمن الخليفه ويطلع لحد سوريا ويرجع تاني. بعد ما خرج من عند العزيز بالله الخليفه، راح خارج على الناس اللي عندهم الحمام الزاجل اللي هو حمام المراسله اللي بيبعتوه لحد سوريا، وطلب منهم ان هو يجمعوا كل الحمام الخاص بان هو بيسافر لسوريا، وربط في رجل الحمام رسالة بتقول ان ابعتوا تاني مع الحمام واربطوا في رجله كل رجل واحدة قراصية، يعني كل حمامة هترجع في رجليها 2 قراصية. وفعلا الحمام طار من هنا، بعد 3 أيام رجع ورجليه فيها قراصية. راح الوزير اخذ طبق كبير كده شيك جدا وملاه بالقراصية، وراح داخل على العزيز بالله وقال له يا مولاي اتفضل القراصية اللي كان نفسك فيها. العزيز بالله انبسط جدا وقال له يا يعقوبي هكذا تخدم الملوك. ودي كناية عن الرفاهية اللي كانت مصر فيها في الوقت ده، مش بس عند السلطان، لا ده كان الشعب كله عايش في رفاهية. كانت الأماكن دي كلها مخصصة لأسواق متخصصة جدا في كل حاجة، وكانت الأكل والشرب كان موزع لكل الناس. الأسبلة دايما من أجمل العمارات الإسلامية، مش بس سبيل علشان الناس تقدر تشرب مية. المية دي كانت بتنزل وبتطهر من هنا وبتطلع تتقدم للناس بشكل جميل جدا ونقي، لكن كمان كان فوق كل سبيل بيبقى فيه كتاب. الكتاب ده بيبقى خاص بتحفيظ القرآن وتدريس علوم الدين للأطفال الأيتام. احنا هنا واحنا واقفين في حي النحاسين اللي مليان أعمال من النحاس، بفتكر كلمة دايما بيقول لك ده انت بتفهم الكفت. الكفت ده يعني واحد بقى فاهم كل حاجة 100. الكلمة دي جاية من ايه؟ جاية من فن التجفيف. التجفيف ده هو تطعيم معدن رخيص زي النحاس بمعدن غالي زي الذهب والفضة. اتميزت بيه العمارة الإسلامية جدا، فمن دقة صنع الصنايعي الماهر قوي اللي يطعم النحاس مع الذهب والفضة بقى اسم أدق التفاصيل اللي هي التجفيف. يعني ده انت بتفهم أدق التفاصيل، انت بتفهم الكفر. شارع المعز لدين الله الفاطمي أو الشارع الأعظم أو قصبة القاهرة الكبرى، كل دي أسامي لشارع المعز. عرفت القاهرة الأول باسم المنصورية تيمنا بمدينة المنصورية اللي أنشأها المنصور بالله والد المعز، لكن لما المعز وصل لمصر سنة 362 هجرية خلى اسمها من المنصورية بقى القاهرة. طول ما انت ماشي في المعز وانت شايف المتحف المفتوح ده، مفيش مكان في الدنيا بجمال شارع المعز اللي شاف عصور كتير جدا، من اول ما المعز جه دولته الفاطميه وبعديها المماليك وبعديها الدوله الايوبيه وبعدين المماليك وبعدين العصر العثماني ثم عصر أسرة محمد علي. تمام. معانا أستاذ حازم جابر مدير آثار شارع المعز وهيكلمنا بالتفاصيل أكتر عن الشارع الجميل. المعز أو شارع بين القصرين، شارع الصاغة والنحاسين وسوق الليمون، تحديدا من 1050 سنة، آثار فاطمية أيوبية مماليك وعثمانيين ثم عصر أسرة محمد علي. الشارع المفتوح أكبر شارع الآثار الإسلامية في الدنيا، وأطول شارع في القاهرة. تمام، بيسموه أكبر شارع آثار إسلامية في العالم. يعني ما فيش شارع بقوته وعظمته وتنوعه في الدنيا بحالها. يبتدي جنوبا من بوابة المتولي أو بوابة الزويلة، الزويلة، ثم
كان في ليها باب كمان جنبها. تمام. هي المتولي قلنا عن باب ايه تاني هناك موجود عنده؟ كان في بابين. متولي المتولي ابواب سعاده. وبابين من الناحيه الشماليه، 2 جنوبا، كانوا 8 بوابات. هو 8 ابواب المعز عملهم او جوهر الصقلي تيمنا بان ابواب الجنه 8. تمام. مظبوط. وكذلك برضه ويحمل عرش ربك فوق ثمانية تيمنا بالرموز الموجوده عندنا. حتى تلاقي دايما المكان الفسقيه بتاعت الصلاه، فسقيه الوضوء، او كمان هتلاقي كمان مكان دكه المبلغ، هتلاقي دايما مقام على 8 اعمده. على 8 اعمده ده رمز كل موجود. الجوامع. طيب احنا هنتكلم بدايه السلطان العصر المملوك، العصر الفاطمي اللي عاش في مصر 208 سنه. الكنافه والقطايف في فانوس رمضان وعروسه المولد. ايوه. عروسه المولد خاصه باليومين دولت موجوده في شارع المعز. صحيح. البدايه فاطميه شيعيه الى ان جاء صلاح الدين وحول مصر للمذهب السني. الازهر نفسه اللي بني تدريس المذهب الشيعي قفل صلاح الدين 100 سنه، واستمر 100 سنه لحد ما جه ظهر بيه وصفاتها بعد كده. صلى من السلطان حسن، صلى الصلاه اللي خلى الحاكم بامر الله هنا كمان، عشان ينسي الناس اللي الصوفيه شويه. اللي قلنا الفاطميه خلى حاجه زكى الصوفيه وساعد على انتشار الصوفيه الحقه، الصوفيه الجميله بتاع زمان اللي هي الناس العظماء دول. ممتاز. ما فيهاش تطرف لا كده ولا كده. قلنا الازهر الشريف كان كذا، لكن ربنا اراد يكون كذا، وسيظل ان شاء الله الى قيام الساعه اكبر مكان لنشر المذهب الوسطي في العالم باذن الله رب العالمين. تظل مصر باذن الله هي مناره العالم، يظل الازهر هو ازهرنا وازهر الدنيا كلها باذن الله رب العالمين. المعز حكايات وحكايات وحكايات. حكايات بعض الفاطميين جه عندنا عصر الايوبي، صلاح الدين ايوبي واسرته العظيمه، والصالح نجم الدين ايوب زوج شجر الدر. مش شجر مرافق عليك ممتاز كده. مملوكه ارمينيه عنده، اعتقها واتجوزها، خلفته ولده اسمه بقى سميت ايه؟ ام خليل المستعصميه. أيوة. ودي اول حاكمه في العصر الاسلامي حكمت مصر ما يقرب من 80 يوم، وكان لها فضل كبير جدا 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 في القضاء على الحمله الصليبيه السبعه، لانها خفت خبر وفاتها على الشعب وعلى الجنود 45 يوم الى ان جاء توران شاه ودفن والده فين؟ واندفن في القبه العظيمه بتاعته هنا. واصبحت هذه القبه من هذا اليوم هي ايه؟ المحكمه الدستوريه العليا للمماليك، يعني اي مملوك بعد ذلك تولى السلطنه ياتي عند سيده صلاح نجم الدين ويحلف قسم الولاء من عند قبر مين؟ سيده، الى ان جاء قلاوون رحمه الله عليه واسس اسره ال قلاوون، فانتقل المقر من ايه؟ القبه السلطان قلاوون اللي مهلاش ليس لها مثيل. هو اللي اسس المماليك البحريه. ممتاز. مظبوط. البحريه سموه بحريه عشان احنا بنقول على النيل بحر في مصر، بنقول على النيل بحر. كانت موجوده. وقعدهم في مكان عند المنيل. قلعه الروضه. بعدهم عن القاهره عشان ما يعملوش شغب، وعمل لهم معسكر هناك عند المنيل. الى ان جاء قلنا بس او قلنا المماليك البحريه دول. بعد كده المماليك الجركسيه اللي بداهم سلطان برقوق اللي احنا بنتكلم من جنب الخنقاه بتاعته. جنب الخنقاه المكان اللي عبد الصوفيه غير الخنكه بتاعتنا. ايوه. الشارع حاجات عظيمه جدا. هنتكلم عن قلاوون بقى، اتكلمنا عن قلاوون. نتكلم عن بيمارستان قلاوون. بيمارستان دي يعني مستشفى. ممتاز. يعني انا شايفه ان دي من الحاجات المهمه جدا جدا في النهضه الاسلاميه. ممتاز يا فندم. في الوقت اللي كانت اوروبا فيه عصور ظلام تام، تمام. احنا كنا عندنا بنعالج الناس بالمزيكا. تمام. اللي جايين بيعملوها دلوقتي في اوروبا. في امريكا والوقت عظيم جدا. 1285 684 هجري سلطان قلاوون بنى المجمع العظيم اللي احنا موجودين فيه. وتاريخيا احنا كمؤرخين في الاثار الناس كتير بيقول لك ان قلاوون كان ظالم. انا انفذت هذا الراي تماما، ان الراجل ده لو ظالم فعلا ما كانش ربنا عز وجل اداله ثواب المستشفى التي لا زالت تعمل لحد النهارده باسم الراجل الطيب ده لعلاج العيون والاسنان. بترد عليه اكثر من تقريبا من 1000 مريض يوميا لحد النهارده يا جماعه. البيمارستان لفظ فارسي من كلمتين زي ما حضرتك قلتي، بيمار مريض واستان ارض او مكان. حولناه في مصر المورستان لان كان فيها جزء نفسي. في الوقت اللي في اوروبا كان يقتل ويحرق، كان في بلاد العزه يعالج. مش كده بس، ده عمل كمان على باب المدرسه، على باب المسكن ده عمل سبيل لايه؟ للدواب. يعني الدواب اللي في الشوارع حصان الخير تشرب. في اوروبا كان الانسان يقتل. وده سنه كام يا جماعه؟ من اكثر من 740 سنه ده عندنا. الا عظه وعبره ناخد من تاريخنا ده. انا عارفه ان اللي كان يتعالج في المستشفى ويخرج يدوا له فرخه ياكلها، لو كلها يبقى خف، ما كلهاش يبقى ما خفش. ده الاختبار عشان تطلع. ما بياكلش. ده الاختبار عشان تطلع، لكن لو انت طالع من المستشفى يصرف له ما يكفي 6 اشهر هو واهله حتى لا يعمل هو مريض. يعني بيقول لك الرعايه ما بعد نقاهتك كلها مكفوله من الدوله العظيمه. منصور السلطان قلاوون يبقى جد السلطان حسن. ممتاز. مظبوط. قلاوون عمل اسره 102 سنه. السلطان حسن حفيده. هو السلطان حسن حفيده. مين اللي اشترى قلاوون؟ هو قلاوون الصالحي.
النجم نجم هو الدين. وفي اسمه الألفي. الألفي. انا كنت عايزه اقول بس على حكايه ولاد الناس جت منين. ممتاز. يعني الناس بتفتكر ان لما تفخم حد وتقول له ده ابن ناس يعني دي حاجه كبيره جدا. تمام. بس هو العكس. تمام. ابن ناس ليس له اصل. صحيح. مجهول النسب. لما صالح نجم الدين الايوبي بعت جاب المماليك يعني هم كانوا مجهول النسب، كان بيقوي بيهم الجيش عندنا. صغار. مظبوط. وبعدين فكان قلاوون اي حد بقى بيسموا عبد الله لان كلنا عباد الله. كل عباد الله عز وجل. فكان قلاوون عبد الله. تمام. ولما اشتراه ب1000 دينار هو كان معتز بالألف دي قوي عشان يعني ده حاجه دي. صالحي النجمي ثم بعد ذلك بقى اصبح قلاوون بقى مؤسس اسره عظيمه حكمت مصر 102 سنه. هو خد كمان لما بقى سلطان خد لقب سيف الدين. سيف الدين وكمان حاجه عظيمه قوي صاحب القبلتين وخادم الحرمين الشريفين. عشان اللقب الغالي على كل مسلم ومسلمه ما زال يزين هذه المجموعه. ان شاء الله النهارده دلوقتي السكريبت بتاع التصوير بتاعنا احنا هنمشي ونشوف اللقب ده. احنا عندنا كاثريين ومؤرخين في الاثار مصادر التاريخ اثنين، يا اما كتب التاريخ يا اما النقوش والكتابات. قد يكون في الكتب نوع من التضليل او التحيز، لكن الكتابات لا تقبل الكذب. طبقا للنص ده هنقرا دلوقتي يا جماعه هنعرف ان قلاوون ده كان ملك ملوك العرب والعجم، صاحب القبلتين وخادم الحرمين الشريفين. اللقب الغالي على كل مسلم ومسلمه. عمل ايه في الحرمين؟ عمل حاجات تصليحات كتيره جدا 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 وكل مصاريفها كانت بتاتي من مصر. هو لما المسجد النبوي اتحرق هو اللي بعت يعني رممه ولا كان حد تاني؟ لا هو حد يقول لك هم دايما قلاوون او المماليك اللي هم فضل كبير جدا على الحرم وعلى المسجد الاقصى في اي ترميم حصل كان هم يتم عليه. حتى القبه الخضراء موجوده هنا قال النصر بن محمد بن قلاوون هو اللي بنى القبه الخضراء على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسميت بالقبه الخضراء لانها لها باللون الاخضر من يوم ما بناها النصر بن محمد بن قلاوون. كان ليه فضل كبير. الراجل ده حكم مصر 40 سنه ابن قلاوون على 3 مراحل. والاشرف خليل بن قلاوون اخر من طرد الصليبيين من عكا. وتحرر كل الشام من الصليبيين تماما. الناس دي ليها فضل كبير جدا على العالم كله في القضاء على التتار اللي هم المغول. فضل علينا كمسلمين في القضاء على بقايا الصليبيين من الشام. انا شايفه كمان ان العتب بتاع الجوامع واخدين هم، انا عارفه ان هم اخدوا من المعابد الفرعونيه بس المتهدمه. هم ما هدوش حاجه. احنا بنتكلم عن كان في سوق زي سوق العاديات زمان زي سوق العاديات كمان كان حاجات بتشترى من وتباع. يعني هنلاقي مثلا مجموعه قلاوون او في سلطان مروه هنلاقي اعمده فرعونيه كبيره جدا جلبت من معابد كبيره جدا قديمه كبيره واعمده رومانيه جت من معابد رومانيه. الحاجات دي جت من حاجات مهدمه او انها كانت تباع ايضا في سوق العاديات وتؤتى الى بها الان. حتى الحجر الكبير الحجر اللي يسموه الحجر العجالي عندنا، حتى الحجر الاسلامي عندنا الحجر الكبير يسمى العجالي، يا اما بيع على العجل او انه كان تجر العجول يسموه حجر عجالي لسببين ده، يا اما كان يجرى على العجل عشان سرعه حركته او ان العجول اللي استخدموا في الحركه بتاعته عندنا. هنلاقي كمان المآذن المختلفه، المآذن على قلم الرصاص على هيئه البصله على هيئه المآذن. يعني سهل قوي ان انت تعرف المأذنه دي مملوكيه ولا عثمانيه ولا ايوبيه. كان يتميز بالمأذنه. مثلا هناخد مثال مثلا محمد علي في القلعه مسجونه 4 مآذن طوال قلم رصاص زي الايه التركي على طول، ده عثماني او تركي او اسره محمد علي. خلاص كده. المأذنه اللي زي القله او البصله المقلوبه دي اللي قلنا عليها موجوده في الازهر الشريف، ده نهايه العصر المملوكي. عليها عندنا طراز الانس المبخره دي موجوده في عندنا في الصحراء كده، بدايه الفاطمي والايوبي وبدايه المملوكي. كل عصري طراز برضه احمد المطلوب طراز الملوي طراز عباسي. هتلاقي في مصر متنوعه الحضاره. ابن خلدون رحمه الله عليه عندما مر في الشارع ده قال ايه؟ من لم يرى القاهره لم يرى عزا للاسلام. ان القاهره وحدها تساوي كل اوروبا، يعني كانت مدينه واحده تساوي قاره. صحيح. تخيلوا يا جماعه دلوقتي مدينه البلد القاهره البلد العظيمه دي كانت بتساوي قاره اوروبا كلها. وان شاء الله هو ما زال المكان ليه سحر خاص جدا. يعني اي حد باي جنسيه بيدخل بيحس ان هو اتنقل في حته ثانيه خالص تماما عن بعيد عن صاحب الدنيا. مش كده بس، انتقلت من عصر لعصر. حتى في رمضان بالزحمه باللخبطه بطبيعه المصريين اللي هي ما حدش يقدر يصنفها في حاجه الجميله دي. فبتحس ان انت مبسوط جداً يعني. جدا انا بقى وانا ماشيه اتخيل يا ترى خنسوة الغوري كان معدي من هنا والموكب بتاع بالظبط. وبعدين كان دايما بعد السلطان قلاوون لما انتقل الحكم هنا كمان كان قاضي القضاء او الناس اللي بيولوا السلطانه ويحلف اليمين قدامهم بيرتدي خلعه السلطنه من هنا ويمشي الى قلعه صلاح الدين. الاحتفال تمر كل ده، كل الشوارع دي احتفالات. كمان قبل القلعه كانوا بيستطلعوا هلال رمضان من هنا. ممتاز. من قبه مئذنه قلاوون. او المئذنه العظيمه الكبيره دي كانوا يطلعوا فوق يشوفوا الهلال فيبلغوا بقى الناس ويعلقوا الرايات على الخشب الموجود عندنا ويمشوا في الشارع غدا صيام بحكم المئذنه دي كمان كانت تتعمل المئذنه دي كمان يحطوا فيها ايه؟ الرايات بتاعت الكلام ده، وكان يحط فيها الحمام الزاجل
اكل ومحطه محطات البريد، تخيلي كمان ده الشارع كله حكايه، الشارع كله حاجات عظيمه جدا. الشارع فيه اسامي كتير قوي جداً. يعني هو المعز ده اخر تسميه دي اعتقد سنه 36 يعني قريب. تمام. لكن قبل كده كان البيوشي بين القصرين، الشارع الاعظم. السور اللي احنا دخلنا منه اول ما دخلنا اللي هو بقى اسفل الباب الفتوح اللي دخلنا منه. تمام. ده ما كانش مكانه الاصلي. لا هو كان ده مش اللي بناه جوهر الصقلي. لا ده مين اللي عملنا بقى؟ لما عمل توسيعات للقاهره بعد كده دخل جامع الحاكم في كان بره السور. كان بره السور. فلما دخل صلاح الدين بقى، لما عمل صلاح الدين الايوبي السور على الجنب القاهره كلها من الفسطاط لحد هنا كل ده، فصلاح الدين اللي هو امير البيوشي هو عندنا اسمه كان اسمه كان صاحبه بتاعه ايه اللي يقول لك ايه حكم ايه قراقوش اللي عمل بقى السور كان الكبير ده كله. وصلاح الدين عمل سور كبير حول القاهره كلها بالطوب الايه؟ باللبن. كان الطوب اللبن زمان لكن عملوا الطوب بالحجر وعمل كده السور على حوالين كل القاهره بتاعتنا. فالقاهره بواباتها عظيمه، شوارعها حاره برجوان، هتلاقي حارات خوش قدم، حاره بيت القاضي، حاره ايه هنقول ايه وايه. المصطلحات نفسها اصلا كتير يعني جدا داخله من لغات كتير بس اتمصرت بقى. كانت مدينه الايه؟ الجمال والدلال والعظمه. طيب بما ان حضرتك بقى مدير المكان، ايه اكتر مكان بتحب تقعد فيه؟ مجموعه المنصور ألوون. حتى مسمي نفسي حازم ألوون من كتر حب للمكان ده. عشق المكان غير طبيعي. مش قادر اقول لك ان الراحه النفسيه اللي بحسها في المكان ده غير طبيعيه. هو انا دايما بشوف ان روح المكان هي اللي بتطغى على الحاجه، يعني فعلا. في اماكن تحس بيها براحه كده وفي اماكن انت مش عارف السبب. فعلا يمكن ارواح الناس اللي عاشت او ما مش عارفه. انا بقول لك ألوون يعني من الناس اللي المؤرخين بيقولوا في بعض المؤرخين بيقولوا ان الراجل كان ظالم فاقول لهم يا جماعه لو ظالم ما كانش ربنا اداله ثواب المستشفى التي لا زالت تعمل وصوابها. التاريخ صعب قوي ان حد يحكم عليه، كل واحد بيكتب بزاويته. قلنا مصدرنا يعني احنا شايفين الحقبه اللي احنا عايشين فيها او الثورات اللي عدينا كل واحد بيكتب بوجهه نظره مختلفه، لكن هو التاريخ ما زال برضه بيكتبوا الاقوى. المنتصرون دايما المنتصرون او الاقوى هو اللي بيكتب التاريخ. لذلك احنا الكتابات التاريخيه لا تقبل الكذب. طبقا للكتابات ديت احنا ممكن نقرا من الكتب تامه كده متأرخه على الحاضر. خاصه ان احنا اثريين، مصدرنا الاول هو الكتابات الاثريه والنقوش الاثريه. طبقا للنص والنقش ده تكتب حكايه عنه ان شاء الله. تمام، شرفتونا. شكرا. ودايما في المعز حكايات وحكايات ان شاء الله. شكرا يا فندم. السلامه. شكرا. بعد ما تسيب باب الفتوح بشويه وبعدين وانت ماشي هتسيب جامع الحاكم بامر الله، الحاكم اللي امر الله اللي حرم الملوخيه وكانت حكايته حكايه. هتيجي هنا هتلاقي زاويه صغيره، الزاويه دي الراجل اسمه ابو الخير الكليباتي. ابو الخير الكليباتي ده كان راجل قصير واعرج وكان بيمشي في الشارع بعصايه طويله فيها شخاليل. اسم الكليباتي ده جه ليه علشان كانت الكلاب بتمشي وراه في كل حته، اول ما يمشي وراه واول ما يقف تقف وراه، لدرجه انه لما كان يدخل الجامع يصلي كانت الكلاب بتدخل معاه. فالناس قعدت تقول له ايه ده انت ازاي بتدخل الكلاب معاك في الجامع كده؟ وواحد كان قاعد جنبه بيصلي بيقول له انت مدخل الكلاب الجامع ده، دي كده هتنجس الجامع. فراح الكليباتي بص له وقال له هي الكلاب اللي هتنجس الجامع ولا انت؟ ده الكلاب ما بتشهدش زور وما بتاكلش حق حد وما بتأذيش حد. مفيش يومين الا والراجل اللي كان بيقول للكليباتي الكلام ده اتهموه بان هو شهد زور فعلا، وراحوا مجرسينه في الشارع، مجرسينه يعني ركبوه على حمار بالمقلوب وفضلوا ماشيين بيه طول الشارع يقولوا عليه شاهد الزور اهو شاهد الزور اهو. بعد كده راحت الناس فضلت تحلف بحياة وكرامات ابو الخير الكليباتي اللي اسمه جه علشان الكلاب مصاحباه على طول. من كتر بقى ما الناس بركات بقى الكليباتي كانوا يطلبوا منه يقولوا له ممكن تقضي لنا المصلحه دي، فكان يطلب منهم يقول لهم ماشي هقضيها بس هات رطل لحمه مشويه وحطه للكلب علشان ياكله. الكليباتي وهو قاعد هنا مات هنا، فالسلطان قنصوة الغوري امر ان هو يدفنه هنا. السلاطين والملوك بيحاولوا يعملوا ولو طوبه واحده عشان تخلد اسمهم هنا في شارع المعز، وربنا يشاء ان هو يخلد الكليباتي ولو بالزاويه الصغيره دي في المكان ده في شارع المعز اطول شوارع القاهره. واحنا
واحنا ماشيين في شارع المعز ما ينفعش نعدي كده من غير ما نحكي حكايه اللي اختشوا ماتوا. اللي اختشوا ماتوا دي اللي بترجع حكايتها حسب الاقوال لحمام السلطان إينال. الحمام ده اللي بناه السلطان الاشرف إينال من اكتر من 700 سنه فاتت، وإينال ده اسم جركسي بمعنى شعاع القمر. السلطان إينال بنى الحمام ده وحط فيه إضاءة علشان يعمل نوع من الراحة النفسية للناس اللي بتدخل، علشان كانوا مهتمين جدا بالحمامات. بيعمل بقى حمام بخار وعناية بالبشرة ومغطس زي السبا دلوقتي بالظبط. المهم ان المكان ده ليه قصة مشهورة جدا، وهو ان كان في ناس بتستحمى فيه وكانت مجموعة من السيدات، وبعدين حصل حريقة، ففي ناس جريت بسرعة عشان تنفذ بنفسها، فجريت من غير ما تلحق تلبس هدومها، والناس اللي أصرت ان هي تفضل قاعدة مستنية تلبس هدومها ماتت في الحريق. فعشان كده دايما بنقول اللي اختشوا ماتوا. سنة 1979 ميلادية تم إدراج شارع المعز على قائمة موقع التراث العالمي. بيمتد الشارع ما بين أسوار القاهرة القديمة من باب الفتوح شمالا لحد باب زويلة جنوبا، مرورا بعدة حارات وشوارع تاريخية عريقة، من أشهرها شارع أمير الجيوش والدرب الأصفر وحرب برجوان وخان الخليلي والغورية. بتتنوع الآثار الموجودة في الشارع ما بين مباني دينية وسكنية وتجارية ودفاعية، والنهاردة بنشوف الأسواق ومحلات الحرف اليدوية على طول الشارع، علشان طول ما انت ماشي تشوف سحر القاهرة. احنا هنا في آخر شارع المعز عند باب زويلة أو بوابة المتولي زي ما بنسميها. هي ليها اسمين، باب زويلة عشان قبيلة زويلة اللي جت من شمال افريقيا مع جوهر الصقلي وانضمت للجيش وقعدت هنا، فبقى اسمه باب زويلة نسبة ليهم، او بوابة المتولي. بوابة المتولي ليه؟ هو بيقولوا نسبة للمتولي اللي هو كان متولي الحسبة، كان بيقعد هنا بيأيد اللي داخل واللي خارج من الباب وبيحصل رسوم لدخول الباب. الباب ده قبل التجديد كان ليه مدخلين، باب بيدخل منه المعز والناس وراه، وباب بيخرج منه الجنازات. بعد التوسيع اللي حصل للقاهرة بقى باب واحد. لو الحجر بينطق هيحكي حكايات كتير قوي. لما هولاكو حب يهدد المصريين وبعت لهم رسل، السلطان قطع رقبتهم وعلقهم فوق هنا علشان يقول لهم مفيش حد بيهدد مصر. مصر المحروسة اللي زي ما قلنا القاهرة اللي محدش يقدر يجي عليها. أما في رواية تانية بتقول إن الباب ده مش نسبة للمتولي، لا ده نسبة للشيخ متولي. الشيخ متولي ده كان قطب صالح قاعد هنا، كان بيقعد عند الباب هنا وكان ليه كرامات كتير قوي قوي قوي. من ضمن كراماته ان هو مات هنا عند الباب، كان راجل صالح وخير وبيطلع كرامات، فالناس عملوا له مركب فوق هنا رمز. هو مش مدفون هنا، بس المركب ده عملوه رمز ليه ان هو قد ايه راجل صالح. من اهم الحاجات اللي شافها الباب ده لو الحجر هينطق هيقولها ان هم اعدموا عليه اخر سلاطين المماليك واخلصهم تومان باي. احنا عندنا 2 تومان باي، العادل تومان باي والاشرف تومان باي. الاثنين حكموا مصر، لكن الاشرف تومان باي هو اخر امراء السلاطين اللي اتعدم هنا لما اتخان ووقف ضد سليم الاول. ما قعدش اكتر من 4 شهور، وسليم الاول الدموي اللي جه عشان يحتل مصر اعدمه وفضل متعلق هنا 3 ايام. الحقيقه احنا ما نعرفش الناس هنا بتيجي تتبارك بالمكان وتقرا الفاتحه ليه. يمكن عشان الارواح الطيبه اللي كانت هنا، يمكن عشان تومان باي وهو بيموت طلب منهم يقروا له الفاتحه، ولا علشان روح الشيخ متولي الطاهر اللي مات ورا الباب هنا. الناس بتيجي تتبارك هنا وتفضل تدق مسمار علشان بنية مش عارفة ايه، ويجيبوا سنة اللي سنته تتكسر يروح رميها ورا الباب، زي ما احنا كنا واحنا صغيرين نقول يا شمس يا شموسة خدي مش عارفة سنة ايه وهاتي سنة العروسة، فكانوا بيحطوا السنة يعني ربنا هيبدلهم خير منها. المهم وهم بيرمموا الباب ده بيشيلوا من ورا كده لقوا أحجبة وجوابات وأسنان وحاجات كتير قوي قوي، لأن المصريين طيبين قوي بيتباركوا جدا جدا بأي حد صالح يتقربوا بيه لربنا. من أطرف الحاجات اللي لقوها هنا لقوا تذكرة لحفلة لأم كلثوم، كاتب عليها وبيقول يا رب
ما تقطع لي دي العادة. يعني كان عنده حق سيد حجاب يغني ويقول بحبك بحبك يا أجمل مدينة، بحبك يا بنت اللذينة. نشوفكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكاوي المحروسة اللي في القلب دايما محفوظة.